سلام سلام، الفيديو خاص لأي وحدة طموحة وقاعدة في الدار، سواء تربي سواء بلا خدمة وحابة تكون روحها في الخياطة وتكون سيدة أعمال غير من بيتها. ما عليها غير تتفرج على هذا الفيديو وإن شاء الله تتوفق وتوصل لأبعد مدى. ما تنسوش حبيبتي أنكم تصلوا على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع هذا كنت متردة باش نحكي فيه، مي قلت خلي نجرب نطرح الطاقة الإيجابية في متتبعاتي بالك يكون عندنا أجر معاهم، ونوري لهم الصعوبات اللي آدم فاتت فيهم وكيفاش تحداتهم بلا ما تفقد حبها للخياطة. شكون اللي ما عندهاش مشاكل في حياتها، وشكون اللي ما عندهاش راجل يحب المرأة تكون خديمة في البيت تاعها. شغل المرأة ما عندهاش مكان غير موجودة في المجتمع ولازم تتوفر ليه فقط، يعني ليه فقط. ما عندهاش طموحات، ما عندهاش أهداف. وخلينا من التربية والمسؤولية هذوك مسؤولية كل مي كومام حتى هي إنسان وعندها عقل تخمم به باش تبني مستقبلها. وما تنسوش رانا في عصر السرعة والتكنولوجيا. كاين أخوات اللي وصلوا الجامعة وتخرجوا وقعدوا بلا خدمة، دونك واش داروا؟ ما بقاوش مربعين يديهم على خدهم وتوجهوا لحرفة الخياطة ولا الحفافة ولا خبزوا الكسرة وباعوها وطوروا من رواحهم. ليسونسيال ما قعدوش في القاع. نحب نقول لكم بلي كامل عندنا عقبة في حياتنا، إذا لقيتي دعم مع والديك تلقي نقص من ناحية راجلك، وإذا العكس تلقي مع والديك ومن ناحية الدراري أيضا. تاني تسمى مختصر القول تبقي تأجلي حاجتك حتى تلقي قطار الحياة فاتك وما حققتي والو غير أنك كنتي قاعدة في البيت بلا والو، تهزي فلان تحطي لفلان، تسكتي فلان وفلانة وجمايع تخسري صحتك فيها وربي. هذه نميمة، هذا تمنشير، هذا تقطع، هذه مشاكل، هذا دواس إلى آخره. ألوغ من هذا الفيديو راح تخرجي بنتيجة معايا على الأقل أنك تستفادي وتبدلي العقلية القديمة اللي كانت عندك للميزاجور الجديدة. تسمى الحل راه في خطوات بسيطة ديريهم انتي، توكلي على ربي في كل شيء. واكيد دائما نقول لكم اللي بغى ينجح يبكر يصلي صلاة الفجر، يتوكل على ربي ويبدا نهاره. نهارك راح يبدا بطريقة ايجابية اذا صليتي صلاة الفجر. وطبعا نحن كمسلمين عندنا الصلاة اولى. جالسين الناس اللي حكيمة قارية ما تشكيش بزاف، تشوف المستقبل بأبعاد إيجابية، تعرف تدبر على الأقل كي تستشيريها تعطيك الفائدة وتخرجي بنتيجة إيجابية. ثالثا، السر اللي يخلي مشروعك ناجح هو أنك تخلي أسرارك بينك بين روحك، غير مش قاش تروحي تبرحي بين معارفك. باسكو ديري في حسابك كاين اللي بغات تنجح وانتي سبقتيها، دونك تغير وتتمنى لك الشر. ما يفهموش بلي ربي يرزقك قبلها وتضحك لك في وجهك، مي او فون ديل تكيد لك كيدا. بزاف اللي كانوا عندهم نفوذ وما نجحوش، وكيما كاين اللي ما عندهم والو داروا تاويل وتقدموا للقدام، باسكو خدموا عقلهم وتمشوا بالمبدأ وداروا تخطيط الربح والخسارة. وهذا الشيء من فضل رب العالمين علينا لأنه كرمنا بالعقل، وبالتالي نعرف نميزوا بين الصح والخطأ، بين الخير والشر. فهمتوني البنات في هذا النقطة؟ ساكم باللي كل واحد ربي كاتب له نصيب في هذه الدنيا. اذا انت يا خاويه من مخك وما عندك والو، تفرغي لبيتك، كملي شغالك، خصي وقت على الاقل تكون عندك حاجه سموها سد الفراغ. اقري كتاب، اقري قران كريم، حفظي صور، خصصي وقت للخياطه ونظمي اموراتك هكذا باش تخدمي وانتي هانيه. وما تنسوش اهم حاجه هي الصبر والتركيز. نقطه اخرى، كاين اللي تقول لك الزوج ديالي ماشي واقف معايا، ومنين يتسرح من الخدمه ويجي للبيت يلقاني مزلت مع الشغل ومتاخره. مع هكذاك نحب نحكم الماشينه ونحب نخيط، يبقى يسمعني كلام جارح. واش هو الحل يا ادم؟ الحل هو انك تبكري تكملي شقاك، تحطي له الفطور وتريحي، تفضي روحك للخياطة. صدقيني هذاك الروتين توالفيه بشوية بشوية وما تحكيلوش واش راح ديري. مانيش نحكي على كامل الرجالة، راني نحكي على فئة معينة اللي محتقرة زوجاتهم. قليل اللي يفرح للزوجة تاعو ويشوفها فرحانة وهي في القمة في حاجة تحبها. دونك تسمى خدمي كل شي في السر. إذا شفتي كاش مشروع اشري برك الدوزان وبدعي، حتى لو انك تخيطي لروحك قندورة، ابدأي بنفسك ومن بعديها الناس. خرجي المواهب تاوعك في روحك، قلشي روحك، قلشي نفسك،
انت اولا راح تتحاسبي عليها. ما لا قولي دايما لازمني نكون شابه نقيه ظريفه متربيه فضرتي قافزه شاطره وما كاش اللي راح تديلك بلاصتك. شوفي لروحك حياتك كيما تقول لي ماما دايما، شوفي لحدبتك وصحي العيوب اللي فيك، وصدقت في واش قالت. وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عجبها كلامي ما تنساش ابوني جيم كومنتير، وانتظروني دائما في الجديد.